ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا دي كلها. في بدايه الفيديو لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. هنعمل اللوك الحلو لوك حلو جدا وسهل وبسيط كالعاده، وهنتعلم مع بعض الخطوات بتاعته واحده واحده للمبتدئات. وكمان استخدمنا حاجات جديده اول مره نستخدمها في الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا التكنيك كان ماشي ازاي. متنسوش تشتركوا بقى في القناه وتدوسوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو عشان احس ان انتم متفاعلين معايا وبيعجبكم الفيديوهات بتاعتي. يلا بينا نشوف خطوات الفيديو وبحبكم قد الدنيا. اول حاجه هبتدي اتاكد ان مفيش اي حاجه على الحواجب، سواء زيت او كريم او اي حاجه دهنيه، علشان الوكس يتثبت كويس في شعر الحاجب. وهبتدي اثبت البوكس بتاعي وامسح حوالين الحاجب وايبس علشان اتاكد ان انا شلت اي زياده من الوكس. وبعد كده هجيب البيز بتاع بلويس وهبتدي احطه على الجفن بتاعي. عايزه اقول لكم ان دي نقطه هي عملت معايا كده، مش عارفه مش عارفه انا حطيت كتير ولا ايه، بس هي حقيقي كانت نقطه. وهبتدي ان انا اوزعها على الجفن بتاعي كويس. وبعد كده هعمل لها بلند، واتاكد كويس جدا ان مفيش اي خطوط عندي واللي انا عملت بلند كويس قوي. وبعد كده بفرشة دمج هجيب اللون اللي هو على بيج مصفر شوية دون. وبعد كده هتاب على الكريم اللي انا حطيته فوق العين علشان اثبته. طبعا بنطبطب الاول وبعد كده بندمج دواير علشان الدنيا ما تكلكعش معاكي او حاجة. فطبطبي الاول بالفرشة وبعد كده ابقي اعملي دواير براحتك. هجيب اللون الاورنج دون وهغمق شوية الكسرة بتاعة العين، يعني عايزة بس ادفي اللون. هنا بتكلم وانا بعمل الميك اب مع اختي، فهتلاقوني ببص هنا شويه وببص هنا شويه وبتكلم شويه. بعد ما دفيت العينين زي بعض، بصوا اللون يعني تحسوه اتدفى معايا شويه عشان انا عايزاه يكون متدرج من فوق. بنفس البراش بتاعتي ما غيرتهاش. هدمج براحتي خالص وهاخد وقتي في الدمج علشان انا عايزه اللون يكون متدرج، ما يكونش خط كده وخلاص. انا عايزاه يكون ناعم ومتدرج. الخطوة اللي بعدها هجيب اللون البني وهجيب الفرشة اللي هي بتاعت الحواجب، اللي بيكون السن بتاعها رفيع وبتكون صغيرة خالص. اهم حاجة تختاري اصغر وارفع فرشة عندك في الخطوة دي بالذات علشان الخط معاكي يطلع على القصرة بتاعت العين وما يطلعش منك لفوق من شعر الفرشة، هيكون كبير او حاجة فهيطلع لك اللون لفوق. فلازم يكون الفرشة معاكي السن بتاعها رفيع جدا. وهبتدي بقى اللي انا اعلم المكان اللي انا همشي فيه علشان ما اتلخبطش واطلع فوق. باخد كده زي خط كده عشوائي في كذا مكان من الكسرة بتاعت العين وهوصلهم ببعض على مهلك خالص. انا هنا كنت قربت المراية مني قوي علشان اشوف انا بعمل ايه، مش باصه في التليفون دلوقتي، انا هنا باصه في المراية علشان اعرف انا ماشيه ازاي. وبعد كده هوصلهم ببعض زي ما انتوا شايفين، واي زيادة هنزل بيها تحت على الجفن. وهعمل ايلاينر عشوائي خفيف خالص. احنا لحد دلوقتي اللون بتاعنا بني مغيرناش الالوان. وهوصله كده من النص مش من الاخر، من النص للخط اللي احنا عملناه فوق. واي زيادة برضو بنزل بيها لتحت، يعني اي زيادة في اللون هنزل بيها تحت. بص شكلي عامل ازاي بس عشان كنت مندمجة ومغمضة عيني عشان اعرف انا برسم ازاي وبصة في المراية. تحسوني نايمة على نفسي، مش عارفة، ما علينا.
هنا بشوف الدنيا عاملة ازاي، خط كويس، بضحك على شكلي، بمشي على الخط بتاعي. هاخد وقتي خالص علشان السحبة تطلع حلوة والعين يعني تطلع مظبوطة. وبالسن بتاع الفرشة بقى هبتدي ادخل اللون من عند المدمع بتاع العين كده من فوق علشان ما يبقاش فاضي، يعني هبتدي املاه من اللون البني اللي انا حطيته في الاول. هملى بقى الفراغات بنفس الفرشة بتاعتي اللي هي سنها رفيع، لحد دلوقتي ما غيرتهاش. بصوا مليت الجفن كده من جوه. هفضل بقى املى الجفن باللون البني. بعد كده هجيب البراش دي وهجيب اللون الاسود واحط اللون الاسود في الجفن بقى المتحرك. يعني احنا عملنا زي حاجز باللون البني الاول، وبعد كده هنملاه من جوه باللون الاسود. خدي وقتك خالص في الدمج ونفضي البراش بتاعتك كويس علشان الاسود بيفرول او بيوقع على الجفن الخدود. حاولي بقى تمسكي زي كده مراية تكون قريبة منك علشان تشوفي انتي في انهي اتجاه وعند انهي جفن بالظبط عشان تعرفي تظبطي الدنيا. هجيب البراش دي اللي هي واخدة كيرف وهدمج بقى الاطراف بين اللون الاسود اللي احنا حطيناه واللون البني اللي اشتغلنا بيه في الاول خالص. هبتدي ادمج الاطراف بتاعتهم. انا عايزاهم يكونوا مدموجين وشكلهم حلو، ما يكونش فيه فاصل، يعني ما يكونش اللون البني مفصول عن اللون الاسود اللي انا حطيته، لا انا عايزاهم يكونوا مدموجين، يكون في تدرج اسود وبعد كده بني وبعد كده اللون اللي احنا حطيناه في الاول خالص اللي هو كان على اورنج شويه. هجيب براش فاضيه ما فيهاش اي حاجه واتاكد ان انا مسحاها كويس في منديل، وهدمج بقى الحروف اللي فوق خالص علشان يبقى من عند الجفن الثابت كده من فوق في تدرج للالوان بتاعتي، ما يبقاش في خط كده مرسوم وخلاص. وكل ما احس ان الفرشه بتاعتي اتملت ارجع تاني على المنديل امسحها، واجيب فرشه مبططه صغيره خالص وهجيب الجليتر دون من كاركتر على سيلفر من غير اي كونسيلر ولا جلو، وهبتدي اللي انا احطه في الجفن المتحرك من قدام. عايزه تسيبي اللوك كده سيبيه، عايزه تحطي فيه جليتر براحتك، بس انا قلت احط كده جليتر من قدام عشان يكون شكله منور وشكله حلو بدل ما هو مط كده ومطفي. فقلت احط جليتر سيلفر، واحنا ما عملناش خالص حاجه على سيلفر قبل كده، فقلت اغير المره دي واحط سيلفر. بحب جدا جدا الجليتر ده. الحبيبات كمان بتاعته مش خشنه، هو خفيف خالص، وهو اصلا لوس يعني مش ماسك في بعض او خشن، لا هو تحسوه سايل كده شويه، بس مش سايل فيه ميه او فيه زيت، لا هي الحبيبات بتاعته تحسوها سايله، فبحبه قوي. امشي كويس بالبراش بتاعتي على الجفن المتحرك، ما طلعش فوق خالص، انا عايزه النص اللي قدام بس. هرجع تاني بقى للون الاسود والبراش اللي استخدمناها في اللون الاسود اللي هي الصغيره، وهبتدي بقى اللي انا اغمق اللون الاسود اللي هو انا حطيته في الاول خالص وادرجه شويه مع لون السيرفر اللي احنا حطيناه. بصوا الفرق بين العين اللي اتعملت والعين. هجيب بقى الانجلوت الاسود وهمشي بقى على حرف الايلاينر اللي احنا عملناه في الاول خالص علشان يبقى واضح معايا اكتر ويكون سواده احلى. هجيب بقى محلول الملح، عايزه اقول لكم محلول الملح ده نينجا نينجا في التعقيم، حلو جدا لسد المسام، حلو جدا جدا جدا، بمسح بيه البشره فظيع، حلو جدا جدا على فكره. ما تخافوش مش هيعمل لكم اي التهاب لان ده بيستخدم في التعقيم بتاع الحروق والجروح اي حاجه مثلا تعويره او حاجه بيستخدموها المحلول الملح،
فحلو جدا جدا، ما تخافوش مش هيعمل لكم التهاب ولا اي حاجه. حلو قوي قوي لو عملتيه كل يوم قبل ما تنامي بقطنه على المسام. حلو جدا. يبقوا اسالوا حد دكتور او حاجه، لان انا سمعت المعلومه دي على فكره من دكتور على الانستجرام. فحلو جدا جدا محلول الملح. بعد ما نضفت البشره بمحلول الملح، هبتدي بقى اجيب الجل بتاع كيرولين ورطب البشره بتاعتي. وطبعا مسحت تحت العين كويس جدا، عشان لو في اي جليتر من اللي حطيته وقع او لون اسود وقع. فمسحت تحت عيني بميك اب ريموفر قبل ما اعمل الخطوات دي. وهبتدي ان انا اوزع الجل بتاعي كويس قوي، واتاكد ان هو اتشرب. ما تحطيش الخطوه اللي بعديها غير ما تتاكدي ان البشره شربت المرطب او السيرم او الجل اللي انت حاطاه. وهجيب البرايمر بتاع لوريال. انا البرايمر ده بحبه قوي قوي. هنا كانت الكميه كترت مني فخدت نصها وحطيتها في مكان تاني. انا بحب البرايمر ده قوي، حلو جدا بصراحه. انا بستخدمه بقالي كتير جدا، يعني دي مش اول مره اجيبه، انا بستخدمه بقالي كتير. بحبه جدا جدا في الميك اب، وبيقفل المسام وبيخلي شكلها مهندم شويه، بيخلي شكلها كويس وبيخلي الميك اب شكله حلو. بصراحه بحبه جدا، بس انا مش عارفه حقيقي هو دلوقتي سعره كام. هنا بوزع البرايمر في كذا اتجاه علشان اتاكد ان هو دخل في المسام. يعني وزعيه في كذا اتجاه، وعن طريق الطبطبه برضو علشان تخلي المسام تتشرب من البرايمر. ده هايلايتر زي كريم كده، هايلايتر رجيته الاول عشان يندمج مع بعض، وبعد كده هوزعه على البشرة. ده من بيج على الانستجرام، بنوتة بتعمله. مش هحط كتير، هي نقطة في كل منطقة في الوش. بصوا بقى اللمعة اللي بيعملها حلو جدا، والهايلايتر اللي فيه الحبيبات بتاعته مش باينة، يعني هو يدوبك بس لمعة. حلو جدا، هو على روز. تحفة تحفة تحفة. بصوا اللمعة اللي اداها لوشي حلوة جدا قوي. ده بيخلي الفاونديشن بعد كده يكون جلوي شوية. انا النهاردة كمان مش هستخدم فاونديشن تقيل، انا هستخدم فيت مي. فمش هستخدم حاجة تقيلة بصراحة، البشرة مش مستحملة فاونديشن تقيل. فهستخدم فيت مي خفيف وكويس، وانا بحبه بصراحة. بس هو التغطية بتاعته متوسطة، يعني التغطية بتاعت فيت مي مش عالية. وهستخدم المرطب بتاع العيون تحت العين من لوريال، بحبه جدا برضو. هستخدم فيت مي درجة 128، وهرجه كويس قبل ما ابتدي اللي انا استخدمه. وهجيب البراش بتاعتي الكابوكي، وهبتدي اللي انا اوزع الفاونديشن. هنا كنت مسرعه ايدي جدا، كان الوقت اتاخر وعايزه اخلص بقى، خلاص زهقت. ابتدي بقى اللي انا اوزع البراش بتاعتي كده فاونديشن. وخلي بالك ما تمسحيش النهايه بتاعه الايلاينر اللي احنا عملناها بالفاونديشن. خدي بالك ما تجيبيش على الشادو اللي احنا عملناه فاونديشن عشان ما بوظيش الدنيا. وبرضو خلي بالك من الحواجب، ما تجيبيش عليها فاونديشن عشان احنا مثبتينها بالواكس. فبقي خدي بالك وانتي بتدمجي. هرجع للبلوتي بليندر بقى بتاعتي مبلوله ومعصوره كويس جدا، وابتدي بقى ان انا اشيل اي زياده من البشره. وبعد كده هستخدم الكونسيلر بتاعي في الاماكن اللي انا عايزه اعمل لها اضاءه. انا هنا مستخدمه الكونسيلر بتاع توب فيس درجه سنو. هبتدي ان انا اوزعه
انا مش حاطه كتير على فكره تحت العين، انا بس علشان فرداه بالبرش. وبعد كده استخدم بقى البيوتي بلندر للدمج. حلو جدا الكونسيلر بتاع تو فيست، ممكن تجيبوه تقسيم لان هو سعره غالي جدا، بس حلو قوي وكمان ما بينشفش. بس انصحك بيه لو انت طبعا شغاله ميك اب ارتست تجيبيه يعني. لكن لو الاستخدام ليكي شخصيا، في كونسيلر تاني كتير جدا واسعاره حلوه ورخيصه. استخدمت البلاشر بتاع شي جلام، وبالفرشه بتاعتي هبتدي ان انا اعمل له بلند، وهطلعه شويه عند الخد من فوق، من عند نهايه العين كده من فوق. بصوا هطلعه كده لفوق شويه، علشان انا النهارده مش هعمل بصراحه كونتور كريمي، هستكفى بس بالبرونزر، مش هعمل كونتور كريمي المره دي. مش ضروري على فكره الكونتور خالص، يعني مش ضروري الكونتور الكريمي واساسي، ممكن تستغني عنه بكونتور باودر او برونزر، يعني هو مش اساسي في الميك اب الكونتور ده من وجهة نظري انا يعني. واجيب البيوتي بلندر بتاعتي واتاكد ان مفيش اي فواصل بقى بين الكونسيلر والبلاش اللي انا حطيته، واوزعها بقى كله على البشرة كلها قبل ما اثبت باللوز باودر. استخدمت النهاردة اللوز باودر بتاع الدارس دي، شكلها يا بنات حلوة جدا وسعرها مناسب، وفي التثبيت حلوة جدا جدا. انا عملت ميك اب وكنت خارجة من البيت تقريبا كانت الساعة 3 وراجعة الساعة 12 بالليل، كان تحفة والتثبيت حلو جدا، والبشرة ما حصلهاش اي حاجة، وناعمة على البشرة وما بتغيرش وما بتعملش كده لون زي بتاعت ايرسبون، بتعملش كده تغييرة، فحلوة جدا وناعمة وخفيفة قوي. همشي بقى اثار اللوز باودر بتاعتي بالكومباكت بتاعت نوت درجة 4. هنا بوريكم الغسول بتاعي اللي انا بستخدمه، حلو جدا اسمه ارجنتو كلير، حلو جدا، كنت نسيت اوريهولكم في اول الفيديو فقلت اوريهولكم. حلو جدا جدا يا بنات، خصوصا لو انت بشرتك دهنية هتتبسطي منه جدا. عملت الحواجب بتاعتي بالقلم بتاع اسبريسو بتاع شيجلام، وحطيت في العين من جوه كحل اسود، وهبتدي ان انا ادرجه بالبرش يكون فيها لون اسود بودر علشان يتثبت معايا الكحل، ويكون في تدريجة برضو. ده بس اللي انا عملته تحت العين، وهاخد اللون اللي هو على برونز شوية، وهبتدي ان انا احطه في الخدود. انا عايزة حاجة تكون ناعمة، مش عايزة بلاش يكون بينك بقى، ولا بلاش يكون خوخي ولا حاجة فاقعة، علشان فوق العين قوي فما يبقاش شكل البشرة يعني اوفر. فحطيت لون ناعم خالص من البراش. هجيب بقى البرونزر بتاعي ده اللي انا هكتره بصراحة شوية، وهبتدي بقى اللي انا امشي على العظمة بتاعة الخد. بصوا زي ما انتوا حلو جدا، مش عارفة انا بقول ايه حلو قوي. ده بتاع بوزيشن فورمولا، حلو جدا جدا وريحته تجنن، بحبه قوي قوي قوي. جايبه منه وحدتين على فكرة. واحط كمان في الجبهة، طبعا انتوا عارفين الجبهة بتاعتي يعني لازم يتحط لها. بحب جدا البرونزر ده. بصوا هطلعه كده لفوق شوية عشان يبرز العظمة بتاعة الخد، واحط شوية عند الدقن. حلو جدا، كان شكل البشرة على الطبيعي غير التصوير. مش عارفة اعمل ايه عشان الالوان يعني تبان زي ما هي في التصوير، يعني نفسي الالوان تبان زي ما بتبقى باينة عندي في الحقيقة غير التصوير. وهمشي شوية على الانف، ولو حسيت ان هو كتر منك عند الانف ممكن بصباعك كده بالراحة خالص تبتدي ان انت تدمجيه كده على خفيف خالص، هتلاقيه ناعم معاكي بكل سهولة، وهيبقى شكله تحفة. هستخدم بقى الهايلايتر بتاعي ده من باليت اوفرا، هاخد اللون اللي هو على شامبين شوية واللون اللي هو فيه سيلفر، سنة سيلفر، وابتدي بقى احط على الاماكن اللي انتي عايزة تحطي فيها بقى تنوير براحتك. بس لو عندك مسام او حفر او مشاكل في الخدود
ما تحطيش هايلايتر عليها لان انت كده هتبرزيها اكتر، فابعدي عنها بالهايلايتر خالص. يعني في بنات بيكون عندها، شايفين المنطقة اللي انا بحط فيها دلوقتي، في بنات بيكون عندها فيها حفر ومشاكل او مسامات واسعة كتير، ما تجيبيش عندها خالص الهايلايتر لانك انت كده هتبرزيها اكتر. وطبعا الهايلايتر بيتحط في العظمة اللي فوق بتاعة الخدود. هنا ركبت اللاشز بتاعتي وهحط الروج دون من شي جلام. طبعا حطيت ماسكارا فوق وتحت، بستخدم ماسكارة ايسنز الزرقاء، تحفة جدا وثباتها وهمي. هنا كنت خلصت اسكت، لا طبعا لازم اخترع اي حاجة في الروج. قلت افتحه كده من جوه شوية. بصراحة مرضتش احط لبستيك احمر، مش عارفة لاني انا لابسة احمر فقلت هيبقى اوفر قوي، فاخترت اللون ده. يعني اخترت اللون دون هادي كده شوية. هو على فكرة مش روز ولا على بينك ولا، لا هو نود قوي، بس هو طبعا عشان الاضاءة بس كان حلو جدا على فكرة. هنا كنت خلصت. بصولي بقى الجمال، بصوا بقى الحلويات. كان شكله حلو جدا جدا. جربوه وجربوا التكنيك اللي احنا عملناه النهاردة، وقولولي في الكومنتس طلع معاكم ايه. تنسوش تكتبولي بقى كلمة حلوة تحت وتقولولي اللوك كان ماشي معاكم ازاي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير.